حي الله أطفالي الجميلين المتألقين المميزين، معاكم في برنامج ترانيم 2. من خلال برنامجنا نستقبل مشاركاتكم ونظهر مواهبكم الجميلة في قراءتكم للقرآن الكريم وترتيله، وكمان قصصكم الجميلة المتألقة مثلكم وأناشيدكم الأجمل. من خلال برنامجنا نستقبل مشاركاتكم من أنحاء العالم، وإحنا من خلال البرنامج هذا نوصلكم للعالم ويسمعون أصواتكم كل الناس عشان يشوفوا مواهبكم الجميلة المتألقة. ونستقبل أول مشاركة لنا. بسم الله، نبدأ بقراءة القرآن مع الأميرة زينب حسن من تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم كيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كانت معكم زينب حسن من تركيا. الأميرة جود صالح فاقر من جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. صدق الله العظيم. الأمير أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمير أيهم رضوان من السويد. السلام عليكم، أنا اسمي أيهم، أنا من السويد وبقرأ سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منهم خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الأميرة جنى صالح فاقر من جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. الأمير عبد الله محمد عبدو من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله محمد عبدو جابر وسأقرأ لكم تلاوة سورة الرحمن. أول وجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الأميرة حنان محمود صالح من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنان محمود صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأمير عبد العزيز محمود صالح من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز محمود صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الأمير زياد سعيد حوري من الرياض. في كل آن أتذكر. السلام عليكم. اسمي زياد سعيد أحمد حوري رايح الصف الثاني. الحين بقرأ من الرياض. الحين بقرأ سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الأمير حوري سعيد حوري من الرياض. السلام عليكم. أنا حوري اسمي حوري سعيد أحمد حوري. الحين بقرأ لكم سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والآن الحديث مع المميز ياسر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم ياسر من مصر، وحبيت أقول لكم حديث من أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 مرة وحمد الله 33 مرة وكبر الله 33 مرة فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. والآن القصص الجميلة مع الفراشة رقية صالح فاقر من جدة.
بتملي قلوبنا كان يا مكان في قديم الزمان ولا يحلو المكان إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك ولد اسمه فارس، فقالت له أمه بكل حنان: يا صغير اذهب إلى السوق. وبالفعل ذهب فارس، ثم في طريقه وجد فأرا، فكاد أن يدوسه، ولكن قال الفأر: لا تدسني أرجوك. فتفاجأ فارس، فعندما تكلم الفأر أحس أنه بلعبة، ولكن عندما لمسه إنه في الحقيقة ليس لعبة، فتفاجأ. ثم عندما لم يستمع له لم يستطع الفأر أن يهرب منه، لأنه كان شجاعا بالفعل. فكان جدا مستغربا، لأن الفأر لم يخف منه. فيتكلمان ويتكلمان. ثم اشترى أشياء أمه وعاد إلى البيت وهو مستغرب. ثم عندما عاد إلى غرفته كان يفكر ويفكر، وعندما أتت له أمه بالغداء سألته وقالت له، وتكلما مع بعضهما كثيرا في هذا الشيء. فقالت له أمك: إن هذا الفأر جعله الله يجعلك تتعلم درسا. فذهب مرة أخرى إلى السوق لكي يعتذر عن كلامه الفظ الذي قاله للفأر. وعندما عاد أخبر أمه ما قال له، وانتهت الحكاية. أرجو أن تكون سعيدا. والمتألقة أماليا وليد من جدة. أروي لكم قصة قصيرة. كانت هناك فتاة جميلة اسمها أماليا. هذه الفتاة تعيش مع والدتها وجدتها، حياتها مليئة بالحب ولله الحمد، ولكن كانت تشعر بالوحدة في بعض الأوقات لأنها وحيدة، ليس لديها أخوان. وفجأة بعد 7 سنوات رزق خاله بطفل جميل اسمه القمر. نعم، هو جميل جدا. فحبت وقالت: هذا هو أخي الذي أنتظره. فرحت به جدا. أصدقائي، أحببت أن أرويكم قصتي الجميلة. فهذه الفتاة هي أنا. شكرا، أحبكم جدا. والمتألق عبد الرحمن محمد عبدو من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الرحمن محمد عبدو جابر. أنا عندي قصة. كان يا مكان في قديم الزمان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جلست الجدة كعادتها مع أحفادها تحكي لهم حكاية طريفة عن تاجر ذكي وصديق له، وقالت لهم: استمعوا جيدا للحكاية ثم اذكروا لي العبرة منها. يحكى أن تاجرا في قديم الزمان أراد السفر إلى الحاجة له، وكان عنده كمية من الحديد، فاستودعها رجلا من أصحابه، ولما رجع طلبها منه، وكان صاحبه قد باعها وأكل ثمنها. فقال للتاجر: لقد أكلتها الجرذان. فقال له التاجر: وليس هناك شيء أقطع من أنيابها للحديد. عندئذ خرج التاجر من بيت صاحبه، وأخذ ابنا صغيرا من أبناء صاحبه إلى بيته، وافتقد الرجل ابنه، وسأل التاجر: هل رأيت ابني وأنت في الطريق؟ فقال التاجر: لقد رأيت حين اقتربت منكم نسرا كبيرة اختطف غلاما، فلعله هو. فضرب الرجل رأسه وقال:
هل سمعتم بمثل هذا؟ فقال التاجر: الأرض التي يأكلها جرذانها الحديد، ليس بالغريب أن تخطف نسورها الفيلة. وقال الرجل: أنا أكلت حديدك، فادفع إلي ابني لأرد ما أكلت. ففعلا ذلك. وبذلك انتهت حكايتي يا أحبابي. هل عرفتم العبرة منها؟ فأجاب أحد الأحفاد: نعم يا جدتي، العبرة من هذه الحكاية أنه من يفعل شيئا يجزى بمثله، وأنه إذا أؤتمن أحد بأمانة فلا بد من محافظته عليها حتى يردها إلى صاحبها. ونختم بالأناشيد مع الأميرة بتول حالي من السودان. أنا اسمي بتول حالي من السودان. الأمير موسى كبيري من تركيا. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. موسى كبيرة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحلى ما فيها غنوة بتملي قلوبنا حياة،
حلوة الدنيا حلوة، حلاوة طيب سما، وأحلى ما فيها غنوة، بتملي قلوبنا حياة. طب ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طيب هموم؟ خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طيب هموم؟ خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. حلوة الدنيا حلوة، حلاوة طيب سماء، وأحلى ما فيها غنوة، بتملي قلوبنا حياة. لا 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 لا. ساكت ليه ما تغني، سمعني أحلى صدى، فرحة تعيش متهني، ارمي زعلك وراك. ساكت ليه ما تغني، سمعني أحلى صدى، فرحة تعيش متهني، ارمي زعلك وراك. طب ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طيب هموم؟ خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طيب هموم؟ خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. حلوة الدنيا حلوة، حلاوة طيب سماء، وأحلى ما فيها غنوة، بتملي قلوبنا حياة. لا 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 لا.